منتخب رجاله، لعيبه رجاله. فجأة اكتشفنا ان احنا عندنا منتخب، ان احنا نقدر ننافس منتخبات بحجم منتخب فرنسا ومنتخب اسبانيا ومنتخب باراجواي. انا زعلان، وفي نفس الوقت مش زعلان من اللعيبه، بالعكس انا زعلان على اللعيبه، وزعلان على اللي احنا سقف طموحاتنا وصل لمرحله اللي انت خلاص بتنافس على ميداليه ذهبيه، وكنت تقدر اللي انت تنافس وتاخد البطوله. فجأة ينتهي الحلم بحاجه واحده بس، لعيب اتطرد من عندك، بوظ كل حاجه. لعيب غير منضبط، مش عايزين برضو نقصوا عليه، بس لعيب غير منضبط. انا مش قادر بصراحه. انا كان بيني وبين الحلم خطوه، للدقيقه 88 خلاص هاخد البطوله. فجاه الدنيا تكايه تخرب الدنيا وتبوظ الدنيا وتضيع كل احلام الناس دي والشقه بتاع اللعيبه ديت. لعيبه مصابه ودايسه على نفسيها وبتلعب، لعيبه جايه من ضغط مباريات اصلا في الدوري وبتلعب ودايسه على نفسها وبتلعب. لعيبه على فكره، اللعيبه دي من اول المباراه وهي مش قادره تقف على رجليها، مهلوكه، لعيبه مهلوكه، مفيش تنظيم. اتحاد الكوره مش موفر للراجل اللي شال المنتخب دوت، ميكالي، اللي عمل زي ما بيقولوا من الفسيخ شربات، جمع التجميعه. ازاي ما تعرفش؟ انا اتفاجئنا ان احنا عندنا منتخب اولمبي. وبعدين كمان الحظ اللي وقف معاك في اول البطوله، ان اصلا نادي الزمالك بعيد عن بطوله الدوري، فيجي لك زيزو. طبعا لو الزمالك بينافس عمره ما كنت هتشوف زيزو ده اصلا. فجاه بنكتشف ان احنا عندنا ديفندر وبيلعب في نادي ارسنال اسمه محمد النني، شايل المنتخب، اللعيبه كلها بتدور عليه. فجاه الراجل اللي اتحمل انتقادات مش عايز اقول لك قد ايه، كل ما بيلعب لعب حلو، لعب وحش، لعب مش عارف ايه، كلنا كنا بننتقد محمد النني. كنا بينا وبين الحلم خطوه. بتلعب منتخب تقيل متمرس خبرات، 3/4 اللعيبه دي بتلعب في انديه كبيره. منتخب مرشح للبطوله، المرشح الاول للبطوله. لعبت منتخبات قويه، اسبانيا برضو من المنتخبات المرشحه للبطوله. بينتهي الحلم في لحظه، فاضل خلاص كام دقيقه وخلاص يبقى بينك وبين الميداليه مفيش. على الاقل خالص كنا ناخد الفضيه، على الاقل خالص، لكن ربنا مش رايد. نقول الحمد لله. بس اللعيبه ديت اثبتت ان هي لعيبه رجاله، ولا عندنا لعيبه. اتحاد كوره ما وفرش اي حاجه في اي حاجه، هري بس. احنا لسه النهارده مش عارفين نلعب كاس مصر، وعايز الكاس يتلعب، فلعيبه متدمره اصلا، اللعيبه بادئه متدمره اصلا. عايز تلعب كاس مصر فين؟ اللعيبه بتاع الاهلي اللي احنا شفناها دي هتلعب كاس مصر ازاي؟ انت قول لي اللعيبه دي هتلعب كاس مصر ازاي؟ يعني انا مش عارف اللعيبه دي هتلعب كاس مصر ازاي، وطالع تنظر على الاهلي، بس ده مش موضوعنا. ميكالي، انا بشكر ميكالي، مدرب كبير، مدرب عبقري. عفوا. وصلنا لمرحله سقف طموحاتنا من 60 سنه ان احنا نفكر ناخد بطوله الاولمبياد. المنتخب ده كنا بنقول هيطلع من الدور التمهيدي، لا دور التمهيدي كبيره قوي، الدور الثمانيه وخلاص على كده. لكن اتفاجئنا بلعيبه، لا لعيبه واقفه على رجليها، لعيبه مش هايبه، لعيبه مش خايفه، مش خايف من فرنسا. احرجت فرنسا، بتلعب 70 دقيقه فايز على فرنسا، واحرجت فرنسا. الصحف الفرنسيه كلها اتكلمت عليك. منتخب كبير للاسف، للاسف. اصلا تييري هنري كمان كان واقف بره، بص مش عارف يعمل ايه، مسلم. قال لك ربنا يستر من اللي هو شايفه في ارض الملعب. مستحوذ على نص الملعب، لعبنا كوره على منتخب فرنسا
شوط اول ابداع للمنتخب المصري، متحكم في رتم المباراه، عملنا كل حاجه لحد ما جيت طرد. مش عارف اقول ايه. احب اشكر ميكالي، مدرب عبقري ومدرب يستاهل يبقى موجود مع المنتخب الاولمبي، استفيد منه من خبراته. بشكر طبعا حمزه علاء، بشكر اللعيبه كلها من حمزه علاء لحد محمود صابر، زيزو، النني، كوكا الدبيس، اللعيبه دي اللي ما بتلعبش في انديتها. كريم الدبيس دوت يا كولر يقعد، لعيب موهوب. كوكا لعيب موهوب، كلهم في مراكز لعيبه كبار. ابراهيم عادل ده ما يحترفش يا جدعان في اي نادي في بره، ما يلعبش في الدوري الانجليزي، ما يلعبش في الدوري الاسباني، ما يلعبش في الدوري الايطالي. احنا ليه يا جدعان ما بنجهزش لعيبه للبطولات اللي زي دي؟ ليه بتخلونا اصلا يعني في مؤخره القوم بمعنى اصح؟ يعني ليه اللعيبه ديت ما تتجهزش اصلا من قبليها؟ ليه الدوري يبقى بالحنكشه دي؟ ليه البطولات بتاعتنا بتبقى عشوائيه كده؟ عفوا، مش عارف اقول ايه. اتحاد كوره بس ما تاخدش منه غير حاجه، ما تاخدش من اتحاد الكوره غير اللي بص اي كلام وخلاص. سبوبه ما اعرفش اللعيب ده كويس مش كويس، الانديه دي هتبقى كويسه هتاثر عليه في البطولات. طبعا ميكالي ده انا حققت له اي طلبات، تجميعته هيتلعب ازاي، عملت له معسكرات، بدايات الكوره. مش عارف اقول ايه، بس بشكر اللعيبه دي كلها، وهارد لك. ولسه الحلم برضه ممكن ناخد برونزيه. منتخب المغرب الشقيق منتخب قوي، بس انت برضه تقدر تقدر تقصي منتخب المغرب. انت لعبت منتخب اسبانيا ولعبت باراجواي ولعبت منتخب فرنسا وعملت عليهم مطوشه جامده. ليه لا؟ حارب بقى للاخر، ناخد ميداليه، عشان انتوا عملتوه ده كله ما يضيعش هباء. وطبعا هو مش هيضيع، انت تفضلوا تذكروا. هارد لك يا جماعه، هارد لك. السلام عليكم.